بتحبي واحد متجوز وعشمك انه هيسيبها عشانك وانتي صدقتيه، يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. في حاجة كده بتحصل في نص الجواز بيسموها العلماء الخرس الزوجي، الملل الزوجي، أزمة منتصف العمر. وبعض الحالات الراجل بيكون زهق من مراته حتى لو متجوز أنجلينا جولي. ولينا في براد بيت مثال حي قدامنا، الراجل لما بيزهق أو بيمل كلنا عارفين بيعمل ايه، يتحول لمراهق تينيجر بشنب اعدادي اللي احنا عارفينه بتاع زمان ده، بيبقى عايز يعاكس ويشقط اي حد معدي من قدام لحد ما الفاس تقع في الراس ويدخل في علاقه على مراته بجد، مش عشان بيحب البنت اللي معلقها دي، لا، لانه بس زهق من حياته ومحتاج مغامره جديده، يجدد شبابه، يصبغ شعر احمر، يصبغ شعر اسود، المهم ان هو يحس ان هو جدد شبابه وخلاص. المشكله بقى ان هو بيفضل يكذب ويعشم في البنت اللي قدامه ويفهمها ان هي نصه التاني، فبالتالي البنت بتصدق وتحبه. والمشكله بقى انه بيفضل يضحك عليها ويقول لها انا ما بحبش مراتي ونيني والحب اللي ما بيننا مات. بس برضه مش دي المشكله، المشكله انك بتصدقي، يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. هو اتعلق بيكي عشان عايز حاجه واحده بس، يتدلع، مش عشان بيحب، وشايف ان دي علاقه سهله وجميله من غير لا مسؤوليات ولا وجع دماغ، انطلاق بدون طلاق، هربان من الجد والمسؤوليه اللي بتستناه في البيت. تعالي كده كلميه على طبيعه علاقتكم وقولي له شايفنا فين بعد 5 سنين، ساعتها بقى هيقلب بوز ويقول لك انت مقرفه ونكديه وبقيتي تسدي النفس زي مراتي. هو انا هربان من نكد البيت عشان الاقيكي بتنكدي عليا هنا انت كمان ونيني يا بجحتك يا بجحتك يا بجحتك. وانت بقى عشان يخيبتك عايزه تثبتي له انك مش زي مراته النكديه وانك البت الحلوه الفرفوش. وساعتها طبعا يا خايبه انت هتتعدلي طبعا معاه، ولا هتكلميه جد تاني، ولا فتحيه في موضوع الجواز، ولا تديله اي مسؤوليات، وهتفضلي تدلعيه وتهشتكيه وهشتك النونه دلع النونه، وهو ده اللي هو عايزه بالظبط. وهنضحك على بعض ليه يا حبيبتي؟ ما هو ده هدفه من العلاقه اصلا، خروجه حلوه، قعده جميله، فرفشه، تلفوا مع بعض وتسمعوا اغاني حب وهيام. ولو بطلتي تنكدي عليه وتكلميه في الجواز ساعتها هيترمي في حضنك ويحسسك ان انت الوحيده اللي معوضاه عن نكد مراته، اللي مكمل معاها بس عشان خاطر الشقه واقساط التكييف. وانت هتصدقيه، يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. ولو جيتي في مره عملتي له اختبار وقلتي له انا يا هي وطلقها، هيخترع عليك 1000 عذر عشان يفهمك ان دي نهايه الحياه، وانه مش عايز يطلع شيطان في عين عياله، وانها هتاخد العيال وتهرب، وانه معهوش فلوس النفقه ولا المؤخر ولا القايمه. ده مش بعيد كمان يسحب منك فلوس بالهبل على حس الموضوع ده، وبرضه مش هيطلقها وهيقول لك انا بحب. ولو فعلا بيحبك هتلاقيه بيقول لك يا نتجوز عرفي او رسمي في السر، ده اخره. وهيوهمك ساعتها انك هتبقي روقه اللي بيجيلك لحد بيتك يقلع همومه على عتب، وانت بقى ترصي له حجرين المعسل وترقصي له والدنيا زي الفل. ودي اصلا بقى الصوره من بره، ما بالك بقى بالتفاصيل اللي جوه. انت عارفه كويس انه راجل متجوز، يعني ساعتها بقى لا هتقدري تساليه انت بتعمل ايه ولا بايت فين ولا بتعمل ايه في بيتك، ولا هيبقى ليكي حق تغيري عليه او تتخانقي معاه، وهتلاقيه بيرد عليكي ردود مقنعه قوي، دي مراتي وليها حقوق عليا. وساعتها بقى يتنحنح ويقول لك انما انت حاجه تانية، انا قلبي معاكي انت، انا عقلي معاكي انت، انا هناك بجسمي بس انت بقى تسمعي كلمتين الحب والهيام دول وتبتسمي تقولي لي يا حبيبي يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك، وبيخلي الحنيه تنفعك. الزتونه ما تدخليش علاقه ليكي فيها حدود، والحدود المحطوطه ليكي دي هي اصلا حقوقك. ما تحبيش الراجل متجوز ولا تيجي ناحيته لانه عمره ما هيهد بيته عشان، ولو هده ساعتها هيبقى سهل يهد بيتك انت كمان عشان خاطر حد تاني، ولو ساب مراته الاولانيه عشان خاطرك هيبقى راجل ملوش امان. وانت يا حبيبتي ركزي، الرجاله السناجل كتير عشان ما تبقيش يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وانا بسنت النبراوي، تابعيني عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.